احلى عجة لاحلى سحور، وصفة انما ايه خطيرة. حلة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة مع معلقتين كبار من الزيت، وهنزل بصلتين كبار او 3 حبات من البصل الحجم الوسط. واول لما يصفر اللون بتاع البصل هحط فصين من الثوم، وهنزل 5 حبات من الطماطم. والوصفة بالتفصيل هتلاقوها في قناتي اسمها اكلات على كيفك. هنزل بقى حزمتين من الكزبرة مع حزمة من الشبت، او حزمة من الكزبرة والبقدونس والشبت. 3/4 الخضرة هنزلها على النار. وبعد كده هحط نص معلقة من الكمون، نص معلقة صغيرة، ربع معلقة من القرفة صغيرة، معلقة صغيرة من الكزبرة. واقلب كل ده كويس، وبعد كده هحط بقية الخضرة اللي عندي. هقلب بقى واطفي النار على طول، وهجيب البولة هحط فيها 6 حبات من البيض، ربع كوب من الحليب، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوب من الدقيق. وهضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي عشان يدخل لها هوا، واتأكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق. هنزل الخضار بعد ما يبرد واقلب كويس واوزعه في الصينية مدهونة زيت. صينية البسبوسة اصغر مقاس وتدخل فرن حامي، الرف الشبكة اللي في النص 180 درجة. وبعد نص ساعة هبتدي ان انا اشوفها استوت ولا لا، ولما تطلع هغطيها علشان تبقى جوسي وجميلة، وبعد كده اقطعها واقدمها. والله عليك يا شيف رورو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.